دلوقتي ميعادنا مع نشرة أخبار النادي الأهلي. صلي على النبي ويلا بينا بسرعة نبدأ النشرة. غدا تالت مواجهات النادي الأهلي الودية أمام نادي إنبي استعدادا للموسم الجديد، وروبيرو المدير الفني للنادي الأهلي يرفض إذاعة المباراة. أما المحطة الأخيرة للنادي الأهلي الودية قبل بداية الموسم هتكون الأسبوع المقبل أمام نادي سيراميكا كليوباترا، وحفل لتكريم عمرو السولية على هامش المباراة. جلسة مع محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي وأحمد عبد القادر أسفرت عن الآتي: رفض النادي الأهلي إنهاء التعاقد بالتراضي، وإبلاغ اللاعب بإحضار عروض ليتم بيعه، واستمرار اللاعب مع النادي لنهاية عقده حال رفضه العروض المقدمة للنادي الأهلي، وتم إبلاغه والتأكيد إنه لن يكون للاعب دور مع الفريق إلا في الضرورة القصوى. وكيل أعمال أليو ديانج ينفي رفض ديانج التجديد للنادي الأهلي وزيادة راتبه، وأكد أن أليو ديانج لا يريد مغادرة النادي الأهلي، ولكنه يريد المشاركة بشكل أساسي لضمان مكان في تشكيل المنتخب. روبيرو المدير الفني للنادي الأهلي معجب جدا بخطورات الناشئ حمزة عبد الكريم ويريد استمراره داخل النادي الأهلي على الرغم من وجود عرض معايشة للاعب من نادي بايرن ميونخ الألماني. النادي الأهلي يتعاقد مع المدرب اليوناني لينوس لتولي مهام تدريب فريق كرة السلة رجال، وعودة الأسباني ديفيز لتولي تدريب كرة اليد رجال داخل النادي الأهلي. وبكده عزيزي المشجع الاهلاوي الجميل تكون خلصت نشرة اخبار النادي الاهلي النهارده. لو الفيديو عجبك يا ريت ما تنساش اللايك والفولو فضلا وليس امرا، دعما لحبيبك اخوك محمد محسن، ودايما استنى مني كل جديد. سلام يا ريس.